أكتر من 220 مليار دولار تكلفة كأس العالم في قطر، اللي من المفترض يجيب لها صافي أرباح أكتر من 17 مليار. رقم ضخم جدا اتكلفته دولة قطر علشان تستضيف كأس العالم 2022، اللي بسببه هتستقبل ملايين الزوار خلال فترة المونديال، وهتوفر كمان أكتر من 2 مليون فرصة عمل في مجال السياحة، ده غير الشركات الخاصة الكتير اللي هتشتغل في تنظيم البطولة. بس برضو ابتدت من هنا تزيد التساؤلات. يعني معقول قطر هتدفع رقم ضخم زي ده علشان كام ماتش هيتلعبوا في كام يوم؟ طب هل بقى الأرباح دي أرباح مؤقتة ولا هتفيد الاقتصاد القطري بعد كده؟ الحكاية بدأت من أول يوم عرفت فيه قطر إن خلاص كأس العالم في 2022 هيكون عندها. ساعتها قررت تسابق الزمن وتصرف على البنية التحتية اللي ما صرفتهوش قبل كده، واللي كمان مفيش أي دولة استضافت كأس العالم قبلها برضه صرفته. لدرجة إنها من 2010 تقريبا وطول فترة التحضير كانت بتعمل مسابقات دولية رياضية مختلفة علشان تخلي العين عليها من بدري قبل ما يبدأ المونديال. وما كانش فيه سنة بتعدي تقريبا من غير ما قطر تستضيف أحداث رياضية عربية ودولية، كان آخرهم كأس العرب في 2021 اللي أعلنت فيه قطر إنها جاهزة جدا لاستقبال كأس العالم قبل البطولة بسنة. ده غير فنادق بمواصفات عالمية وتجديد مطارها الدولي ووسائل نقل بأفضل الطرق الحديثة فوق وتحت الأرض، واهتمت كمان بفريقها القومي بشكل خاص جدا علشان يقدر ينافس عالميا، وعلشان كده فاز الفريق القومي القطر بكأس آسيا سنة 2019. من أكتر الحاجات اللي خلت قطر تقدر تعمل كل ده ظهور دول عربية تانية قدرت في وقت قصير جدا تكون وجهة سياحية أساسية لكل الدنيا، زي السعودية والإمارات مثلا. وعشان كده بقت قطر بتسابق الزمن لحد ما بقت أهم دولة رياضية في الشرق الأوسط وعاصمة الرياضة العالمية، وبقت كمان وجهة أساسية لكل الرياضيين في العالم، خصوصا بعد تنظيمها لكأس الأمم الآسيوية اللي كانت دورة من أنجح الدورات اللي اتعملت في تاريخه. والإجابة على السؤال اللي بيقول هي قطر هتستفيد إيه بعد ما المونديال يخلص وملايين الزوار يرجعوا بلادهم وكل حاجة تروح لحالها، كانت الحكومة القطرية بنفسها هي اللي بتجاوب على السؤال. رئيس الوزراء القطري قال إحنا ابتدينا أصلا نستفيد ونكسب من قبل ما البطولة تبدأ بكتير، لأننا ببساطة طورنا الطرق السريعة والمواني والمطارات والمستشفيات والفنادق والمطاعم والمنتجعات، وكل ده خلى السياحة عندنا تشتغل من بدري جدا، والمستثمرين الأجانب كمان شغالين معانا وهم مطمنين. والأهم من كده إن خطوة المونديال تعتبر يدوب الخطوة الأولى للمستقبل اللي بنبنيه، لأننا مراهنين إن كل اللي هيزوروا قطر في فترة كأس العالم هيجوا تاني وتالت ورابع ويعملوا كمان فيها استثمارات. لو جينا بقى لأهم سؤال، هي إزاي قطر قدرت تعمل كل ده؟ واشمعنى هي اللي فازت بكأس العالم علشان تكون هي أول دولة عربية في التاريخ تعمل كده؟ الإجابة ببساطة إن قطر وعدت والتزمت بوعودها، اللي من أهمها إن البطولة دي هتكون لكل العرب مش لقطر لوحدها، ودي كانت من أهم مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم في توحيد الشعوب. ده غير كمان إن ده هيكون اختبار للقدرات العربية في تنظيم البطولات العالمية. الإجابة التانية والأهم إن قطر من أول يوم قررت تشتغل بالشباب، توظف حماسهم وقدراتهم ورؤيتهم في حدث مهم زي ده بعيداً عن التفكير القديم للأجيال السابقة، والشباب دول كانوا هم المسؤولين الرئيسيين بامتياز عن الملف ده لمدة 11 سنة. وعشان كده قال جياني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن قطر هتنظم المونديال الأفضل على الإطلاق، ومفيش أي دولة تانية هتقدر توصل لمستواها، لأن التزامهم بالوعود وتحقيق المطلوب في وقت قياسي زي ده كان تحدي صعب جدا عند دول تانية سبقتها في تنظيم البطولة. في كل الأحوال سواء كانت قطر أو غيرها من أي دولة عربية ممكن تنظم حدث مهم وعالمي زي ده، ده يخلينا نتفائل إننا في يوم من الأيام كعرب قادرين نعمل حاجات كتير وما تبقاش في أي حاجة صعبة علينا. وزي ما في حاجة اسمها الاتحاد الأوروبي اللي وحد العملة ولغى الحدود ما بين الدول وبعضها، نتمنى يجي اليوم اللي نلاقي فيه حاجة اسمها دول الاتحاد العربي من غير تأشيرة دخول.